اخر اخبار يا جماعه الحبوب الفتره الماضيه، وايه اللي احنا وصلنا له الفتره ديت عن حاله الحبوب. طبعا ناس كتير ما زالت بتبيع البلكم والفلارس على 60 جنيه و65 جنيه، وما زالت مع في تجار كتير ما نزلش اسعار الحبوب بتاعتها، وفي تجار بالفعل جحده او تجار بالفعل عندها جشع ما زالت لحد الان بتبيع البلكم والفلارس على 60 جنيه وعلى 65 جنيه. وفي اماكن تانية بتبيع على 30 وبتبيع على 34 وبتبيع على 35 وعلى 40 بحد اقصى. يعني في اماكن بتبيع البلكم رخيص، وفي اماكن بتبيع البلكم غالي جدا. ولكن احب اقول لك على معلومه او نصيحه لوجه الله الفتره اللي جايه. طبعا احنا في فصل الصيف، وفصل الصيف ده بيحب التنوع للطيور، وكتر البلكم كمان في فصل الصيف بيخلي العصفور يليس. يعني نصيحة، لازم تقلل من الحبوب اللي هي البلكم الفترة اللي جاية ديت، يعني حتى في الكام شهر بتوع فصل الصيف على ما الأسعار تستقر. ولو بتشتري بلكم ما تشتريش بكميات كبيرة. زي ما حضراتكم شايفين يا جماعة في الفيديو دوت، احنا حاطين نوع من أنواع البلكم على الدنيبة، على فلارس. يعني حتى عند الزبرة بلاقيها بصراحة بتقشر فلارس وبتاكل فلارس حسب ما الطير بتاعك بيتعود. لان في ناس بتقول الزبرة ما بتاكلش الفلارس، ولا بتاكل الدنيبة، ما بتاكلش الا بلكم بس. طبعا العصفور حسب ما بتعوده. ولكن أنا بحب اعرفك كمان ان احنا في فترة في فصل الصيف، ان الطير محتاج حاجات تانية، مواد غذائية تانية غير الحبوب. مش كل حاجة حبوب وبلكم والفلارس، مش ده الاهتمام. حتى لو انت موفر بلكم وفلارس تقدر ان انت تشتري وهي غالية او هي رخيصة، حتى ما تشتريهاش او قلل منها. يعني فصل الصيف زي ما حضراتكم شايفين انا حاطط ميه اهوت بيشربوا منها، والميه دي فيها فيتامينات. وعندك الطبق ده فيه غله منقوعه، وفيه تفاح، وفيه اناناس. طبعا النهارده مفيش بيت يا جماعه في الصيف ما فيهوش الكلام ده. فكل بيوتنا يا جماعه فيها انواع الفاكهه ديت، وبتكون متفضله بكميات كبيره، وبتكون بعد اكلنا طبعا الحاجات ديت كفيله ان هي تعيش العصفور على قيمه غذائيه كبيره جدا. يعني حتى فصل الصيف كمان، وتحافظ على طولك من الاحتباس الحراري. تنوع في الاكل، تفاح، اناناس، خضار، خس، اي جميع انواع الفاكهه في فصل الصيف يقدر الطير بتاعك يتغذى عليها، وبيكون صحته جيده كده وصحته حلوه جدا. وكمان يفضل شغال معاك في فصل الصيف. في ناس كتير بتريح الطيور في فصل الصيف، ولكن مش احنا اللي نقول الطير يريح ولا لا. طبعا الطير طالما صحته كويسه وانت مهتم بيه بالادويه ومهتم بيه بالفيتامينات ومهتم بيه بالخضار وبالفاكهه وبالاكل، يقدر يشتغل معاك صيف شتاء وما يقطعش خالص، ويفضل شغال معاك في فصل الصيف. طبعا الطير يا جماعه هو اللي بيحدد ان كان هيشتغل ولا لا. في طيور بتبقى بتنتج عادي وتعمل 20 3 حتى، بيكون اول شغلهم، وفتره تلاقيهم قطعوا، وفتره يرجع يشتغل تاني. الطير حسب مزاجه وحسب راحته النفسيه وحسب المكان اللي هو فيه وحسب التغذيه بتاعته، هو اللي يقرر ان هو يحدد يشتغل ولا لا. ولكن عشان بس ما نخش ورا موضوع الفيديو دوت، احنا بنتكلم النهارده عن حاله الحبوب. ولكن حبيت اوريكم برضه في فيديو زي كده احنا بنقدم ايه للطيور، وجميع البدايل اللي احنا بنقدمها للحبوب بدل الحبوب. يعني عندك غله منقوعه دي فيها بديل كبير جدا وبروتين، وفيها كل حاجه ومفيده جدا للطيور. زي ما حضراتكم شايفين الغله دي بتبقى بتتعمل مستنبت مع حته تفاح مع حته اناناس، الطير ياكل ويشبع ويبقى 100 100 وينتج معاك تمام. مع اضافات الحبوب، يعني طول ما الحاجه دي قدامه هو هياكل برضه من الحبوب، ولكن استهلاكه هيكون قليل جدا للحبوب. لان لو كل من الاناناس وكل من التفاح وكل بطيخ كل اي نوع خضار، حاطط له كوسه، حاطط له بتنجان، حاطط له اي حاجه تطلع من بواقي البيت هياكلها. فده بتوفر معاك. هو طبعا هيكون عنده رغبه للخضار والفاكهه اكتر من الحبوب، لان الحبوب باستمرار قدامه. زي ما حضراتكم شايفين احنا بنقدم للطيور ايه. في بدائل كتير جدا بتتقدم للطيور وبتكون فيها قيمة غذائية كبيرة جدا، ولكن الناس معتمدة على الحاجة السهلة. ولكن في حاجات تانية أسهل بكتير ومتواجدة في البيت. ولكن احنا حابين بس نوضح للناس إن ده طير هو برضو صغير جدا في الحجم، وبياكل حبوب غلة، وبياكل كل حاجة، وبياكل تفاح، وبياكل أناناس. حضراتكم شايفين بياكل كل حاجة. بيضة مسلوقة تكفي 3 4 تجواز، مع مثلا شوية خضار مع شوية مستنبتات، ده يوم وبيعدي. اللي انا عاوز اوصله للناس ان الفتره اللي جايه ان الحب برضه هتفضل مستمره على هذه الاسعار. ولكن بنقول ان التجار عاوزه ترفع سعر البلكم وعاوزه تكسب اضعاف اضعاف، لان التجار كتير بالفعل نزلت اسعار الطيور، عفوا نزلت اسعار الحبوب. طبعا الحبوب كلها نزلت بشكل كبير في اماكن كتير جدا، وصلت ل 30 جنيه البلكم حبايه جميله، و 35 جنيه حبايه متغربله 100 100.
ولكن برضو في اشاعات كتير ان التجار ما زالت برضو، مش اشاعات دي حقيقة، ولكن منتشرة كتير على الفيسبوك، ان في كتير ما زالت ناس بتبيع ب 65 جنيه وناس بتبيع بالفعل ب 40 جنيه. نصيحة لوجه الله، بلاش ان انت تشتري بكميات كبيرة عشان التجار ما تستغلش الفرصة وتبدأ ترفع اسعار الحبوب علينا. استهلك كميات على قدك، ما تخزنش كميات كبيرة الفترة اللي جاية دي، على ما نقول لك ايه اخر حاجة ان شاء الله هتكون مستقبليا لحالة الحبوب. وتابع معانا ان شاء الله غدا فيديو الخميس اخبار اللم في سوق الجمعه الفتره اللي جايه ان شاء الله. ولكن حبينا برضو ننصحك نصيحه، لو لقيت البلكم ب 50 جنيه او ب 60 جنيه ما تشتريهوش، شوف مكان تاني يكون ارخص واطلب منه كميه. وفي محلات دلوقتي بتبعت دليفري لحد باب البيت عندك. يعني نصيحة، ما تشتريش حبوب غالية حتى لو انت بتحتاج كميات كبيرة من الحبوب. حاول برضو تجيب كميات قليلة او تمشي نفسك، يعني مثلا لو بتجيب 100 كيلو لاستهلاك شهر، حاول مثلا تجيب 10 كيلو 15 كيلو، وتبدأ ما تشتريش الكمية كلها مرة واحدة، ان التاجر هيحس ان في سحب على الحبوب، هيبدأ بالفعل يرفعوا سعر الحبوب، لان طبعا البلكم نزل. ففي ناس كتير متوقعة ان هو يرفع الفترة اللي جاية، فعشان كده ناس كتير عاوزه تخزن حبوب وعاوزه تخلي الحبوب عندها. طبعا ده اللي هيخلي الحبوب ترفع. طبعا زي ما قلنا ان الحبوب القديمه لسه موجوده والحبوب الجديده جت عليها، فده مش هيخلي الحبوب هترفع مره واحده. نصيحه لوجه الله، محدش يخزن حبوب كتير. طبعا البلكم الجديد لسه موجود وموجود بكميات كبيره، ولكن زي ما حضراتكم شايفين دوروا على بدائل تكون كويسه للطيور، وفي بدائل كويسه جدا مع الحبوب برضو والبلكم والفوارس. ما بنقولش نبطل الحبوب طبعا، لا غنى عن الحبوب، ما نقدرش نستغنى عن الحبوب طبعا. الحبوب لازم تكون موجوده باستمرار قدام الطيور، ولكن الطير هيبدا يقلل الاكل منها طالما في بدايل او في حاجات تانية، ويكون الانتاج بتاعك افضل في فصل الصيف، وما تريحش طيورك زي ما قلنا. دي كم معلومه كده حابين نوصلهم للناس الفتره اللي جايه، وحاجه عن حاله الحبوب. لو عجبك الفيديو ما تنساش الاشتراك وتدعمنا باللايك.